حبايب قلبي وحشتوني، يا رب تكونوا بخير وأحسن حال وأروق بال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلب أم ندى، عاملين ايه يا حبايبي؟ روتين النهاردة بقى روتين كده على السريع. عندنا فضلة خيركم كيس أجنحة كده حلو مفرزينه، قلنا نطلعه حيرة الأكل وغلب الأكل بتاع العيال اللي مزهقاني وقرفاني ومطلعة ميتيني. طلعت لهم كيس الأجنحة وايه على الله، انا وهما لسه هنفكر نعمل فيه ايه. ما تنسونيش يا حبايب قلبي في اللايك والشير سبسكرايب، فعلوا الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد بنزله. يا ريت يا حبايب قلبي كومنت حلو كده منكم، يا ريت اللي اول مره يشرفني في القناه ياخد جوله كده، لعل وعسى ان شاء الله فيديوهاتي تنال اعجابكم يا رب. حبايب قلبي الفيديوهات تعجبكم وتستفيدوا منها، وادينا مع بعضينا وبنشجع بعضينا وبنتسلى مع بعضينا. وجبنا نص كيلو ملوخية حلو كده، قرطفناه وغسلناه وحطيناه في المصفى يتصفى. واهم حاجة يا حبيبتي لازم تصفي الملوخية، عشان لو خرطتيها هي ولسه فيها مية هتبص تلاقيها ايه، يعني ايه، تحس انها طرية خالص معاكي. هنا عندنا حتة فرخة بلدي كنا شايلينها للحاج واحمد، طلعناها له بقى لان هو ملوش في الفراخ البيضة والاجنحة والكلام ده، ما بيحبهمش من الاخر. فطلعنا له، ببقى سلقة فراخ بلدي كده مقطعها له الفرخ 4، ببقى سلقاها وحطها في الفريزر. كل ما نعمل فراخ لينا احنا بطلع له هو ربع وبعمله، بسخنهوله وبنحمره له تحميرة بسيطة عشان ما ينشفش، وبنجهزه له ونظبطه له معانا. هنعمل ايه، حتى هو الحاج حسين مزهقنا، انا مش عارفه يا ناس اعمل ايه. قولولي ودلوني، قولولي اعمل ايه في حيرة ولادي. كل واحد عاوز اكل بشكل، وكل واحد عاوز حاجه لون، اللي عاوز حاجات نواشف، وابوهم عاوز طبيخ. هنعمل ايه طيب؟ قولولي محدش يتبرع وياخدنا عنده من العيله اللي جابت لي اكتئاب دي. هنا بقى خلاص الملوخيه ظبطناها وخرطناها، ونزودها بقى حبه شوربه كده حلوين. ولسه محتارين بقى نعمل رز ولا نعمل مكرونة ولا نعمل صلع عصفور ولا نعمل صينية بطاطس، ولا ما عملش حاجة خالص وكفاياهم الملوخية، واللي ياكل ياكل واللي ما ياكلش هو حر. لان انا خلاص اقسم بالله جبت اخري منهم. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. بعد تشاور عميق وعقدنا جلسة الاجتماع على المأكولات، اختاروا الرز. وبرضو في ناس ما كلتش من الرز. عملنا حبة الرز اهو وظبطناهم وحمرنا الشعرية، معلقة زيت حلوة كده. تقلب الشعرية حبيبتي يا اللي انت بتتفرجي ولسه مبتدئة، الشعرية تبقى ذهبي، وبعدين تنزلي عليها بالرز تفضلي تقلبي فيه شوية. هنا الأجنحة بقى ايه، قالوا بقى عايزانا ناكل اعملها لنا بالفيجيتار. قلت طب سهلة، الفيجيتار سهلة، هو حلو الفيجيتار. واشترينا الكيس ده جميل يا بنات، كريسبي، فيجيتار كريسبي، يعني لا هو خشن قوي ولا هو ناعم قوي، خير الامور الوسط، وحلو ادانا طعم لذيذ ومش غالي على فكرة. الكيس ب11 جنيه. هنتبل الاجنحة بالفيجيتار، وانتوا بتتبلي حبيبة الاجنحة بالفيجيتار اضغطي عليها عشان الفيجيتار يخش في قلبها وعلشان ما يفكش منك انتوا بتقلي فيها. بجد هو بالفيجيتار بيديكي طعم جميل جدا، وزي ما تكوني بتاكلي كنتاكي. لما عملناه مرة وجربناه من ساعتها حبينا بصراحة. هنتبل الأجنحة كده بالفيجيتار. ولا كمان يا بنات نصيحة، يعني معلش ما ترصهمش فوق بعضيهم، ورصهم جنب بعضيهم، عشان لو رصتيهم بصوا جنب بعض اهو، عشان لو حطيتوهم فوق بعض هتبص تلاقيهم ايه، اللي من فوق شرب اللي من تحت ولزقوا في بعضيهم، والكفر بتاع الفيجيتار بقى طري زي ما تكوني دلقة عليه ميه. بصوا بعد ما اتحمر
بص طالع جميل ومقرمش وجميل ولونه تحفة، وطعمه خطير بجد. جربوه، اللي ما يجربوش مش هقول لكم هو اللي ندمان، بس هو حلو. حلو، هيديكي تغيير ويديكي طعم حلو، والولاد تحبه وتاكله. ولو عملته لهم كل يوم، صعب دلوقتي انك تعملي كل يوم، بس يلا لو عملتيه على طول او كل ما تجيبي فراخ. ولو عملت فراخ برضو بالفيجيتار تطلع جميلة برضو. احنا لما بنجيب فراخ بنعملها بالفيجيتار. بص اللون اساسا، اللون تحفة، والطعم والريحة. بجد ريحة الاجنحة دي يا بنات، عشان انا جايباها وغسلاها ونقعها بالمية والملح والليمون المحلول اللي انا بعمله على طول ليها، وبشرت لها كده، ضربت لها في الخلاط كده بصلايه على قرنين فلفل سبايسي ورومي وعصرة ليمونة، وضربت نص ليمونة معاهم في الخلاط ولفتهم بيه وسبتهم نقعتهم فيه. في الاخر حطيتهم في كيس الخلطة دي بالأجنحة وحطيتها في الفريزر. يا لهوي على جمال الريحة بتاعتها. بجد حد يجرب الموضوع ده، ويا ريت يا ريت يا ريت تكتبوا لي في الكومنت وتقولوا لي ايه رأيكم في اللي انا بقول لكم عليه ده. تجيب الأجنحة حبيبتي او الفراخ، تغسليها غسلة نظيفة وتنقعيها بمية وملح وليمونة، وتحطي قشر الليمونة عشان الليمونة القشرة بتاعتها بتنزل زيوت. وبعد كده تعملي خلطة زي ما تكوني بتعملي تتبيلة البانيه، زي تتبيلة البانيه بالظبط. بصلاية، قرنين 3 فلفل، لو حطيتي فصين توم بس ما كتريش توم، فصين بس ما يضرش. وتجيبي ليمونه تقطعيها صغير وتضربيهم في الكبة او في الخلاط لو ما عندكيش كبة، او تبشري البصلة باي يعني بس لو خرطتها، بس احنا عايزينها ايه، مبشورة او في الكبة عشان تنزل المية بتاعتها. وهنا عملنا طبق سلطة محترم عشان الرز يتاكل، عشان ما عملناش صينية بطاطس. وتمسكي الأجنحة بعد ما تشيلها من مية المحلول اللي احنا عاملينها دي، وتروحي تحطيهم فيها وتلفيهم بيها وتكيسيهم وتحطيهم في الفريزر. تطلعيهم بعد أسبوع، بعد 10 أيام، بعد شهر، على حتى لو بعد شهرين، على حسب طلبك انت امتى. بجد لما تطلعيهم وتحطيها في المية، بس المية تغلي وتعمل شوربة، الريحة بتاعتهم ما اقولكيش على جمالها والطعم بتاعها. بس قبل ما تحطيهم في الشوربة تغسليهم بقى من الحاجات دي. ما تحطهاش في الشوربة بالبصل والفلفل والحاجات دي، لا، اشطفيها شطفة. هتلاقي الريحة بتاعتها تحفة تحفة تحفة، والطعم بتاعها ما اقولكيش على جمالها. حاجة ايه زي ما قال الكتاب، فاخر من الاخر يا معلم. هنا طشينا الملوخية، وهنغرف بقى الاكل ونقول لكم ايه، اتفضلوا معانا. حبة ملوخية يستاهلوا بقكم، حبة رز يستاهلوا بقكم. ياريت تشيروا الفيديو تشجيعا منكم، ولايك حلو كده من ايديكم، كومنت جميل كده، وبالهنا والشفا على قلوبكم.